السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه يا متابعيني؟ زعلانة منكم جدا جدا ان انا المشاهدين حبايبي فضلت تبص على فيديوهات ام ادم، وانا زعلانة جدا جدا بجد. والله بجد زعلانة والله يا حبايبي. ببص للمشاهدين لقيت نفسي اخر فيديو مش عارفة جايب لي 50 في ليه يا حبايبي. ما استاهلش اللي انتوا تبصوا على اختكم ام ادم وتخشوا تشوفوا فيديوهاتي، واللايكات بتاعتي بقت بالاثنين والثلاثة يا حبايبي. في ايه يا حبايبي؟ في ايه؟ والله العظيم حرام كده. المفروض تقفوا معانا كده يا حبايب قلبي وتشجعونا، احنا مش بنعمل حاجه غلط. تشجعونا كده مش هنعمل لكم مش اكبر الا بيكم يا حبايب قلبي، بالله عليكم. يعني مش عارفه اقول لكم ايه يا حبايبي، بس المفروض كلنا نساعد بعضنا، محدش ياخد من الدنيا حاجه. ماشي ولا ايه؟ ولا انتوا بقى بتزعلوني منكم؟ الست اللي واقفه قدامكم دي دعوتها جميله جدا، واقسم بالله مش عشان كلمه بقولها، والله العظيم دعوتي مستجابه عند رب العالمين، بيني وبين ربنا عمار. والله العظيم وحياة القرآن زي ما بقول لكم. ودعوة الحاج حسن والدي بصوا عند رب العالمين، دعوة الغلبان بالذات مستجابة عند رب العالمين، عشان دي احنا بندعي من قلبنا. لايكاتكم معانا كده وجدعانوا معانا يا حبايب قلبي بالله عليكم. واشكر كل متابعيني وكل واحد بيشكرني ويقف معايا كده، ربنا يبارك له. ابن مصطفى الحمد لله الحمد لله كان تعبان وكنت مركبه له محلول، وطبعا كنت عايزه اجيب له ارنب يا حبايبي. لقينا الارنب معدي الكيلو ونص بس كده، ولا كيلو الا ربع، معدي عامل 150 جنيه. معلش احنا جبنا له لحمه، جبت له حته لحمه حلوه احلى من الارنب واحلى من بصوا، حته لحمه جميله بسم الله ما شاء الله كده. عامله ايه دلوقتي كام يا ام ادم؟ عاملين 70 جنيه. حته بصوا دلوقتي عاملين 70 جنيه يا حبايبي، بالليه بالكلام الجميل بالحته الجميله دي كلها كده. عامله 70 جنيه واحد. احنا لكم احنا بنتعامل مع جزار، هي جميله جدا. والدي راح يعني يسال، لقى الارنب غالي، قال طب وايه بقى؟ طب ما نجيب له حته لحمه كده جميله ونسلقها له بحبه شوربه وحبه رز بشويه شعريه كده. وهعمل انا على شويه شوربه بصوا، وهعمل شويه ملوخيه كمان انا كنت بخلطها، وضربه طماطم في الخلاط للملوخيه. ويلا بينا عشان الفيديو ما يبقاش طويله عليكم، عشان هو جعان برضو وعشان بياخد علاج شديد، بياخد اللي هو في يعني اللي هو 600، بياخد مضاد حيوي 600 يا حبايب قلبي. انا رجلي خفت يعني الحمد لله، بمشي بقى واحده واحده، عشان انا كمان مطبخي مش كبير يعني ما بتحركش كتير يعني. ده انا واقفه كده اعمل كده اجيب الحاجه، اعمل كده اجيب الكوبايه، اوطي كده اجيب الحله، هو كل الحكايه شبرين. يلا بينا عشان ما اطولش الفيديو. يلا بينا. هتعملي ايه دلوقتي يا ام ادهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي اللحمه بتاعتي الجميله كده والمعلقه. هتعملي ايه في الليه؟ اول حاجه انا بحب اقطع الليه كده يا حبايبي. بصوا هو انا بصوا انا هحطها كده، هي هتسيح لي دلوقتي ليتي اهو. تعملي برده شويه شوربه حلوه اهو. اهو يا حبايبي بصوا جميله جميله كده وصبحه كده. ما بحبش اللحمه البلدي يا حبايبي، المستورده لا. كل واحد بقى وعلى حسب ايه والدي كده برده. حط بس حته سمنه بس عشان تسيحها لي، بس عشان بس تسيح لي الايه كده، عشان انا هنزل بقى اشوحها دلوقتي يا حبايب قلبي. مشاهديني قلت وحبايبي كده بيقعدوا عني ليه؟ مش فاهمه والله يا حبايب قلبي. يلا يا حبايبي دي البهارات بتاعتنا الجميله. انا لسه اللحمه نضيفه اهي، بس انا ايه هشطفها برده معاكم، هي نضيفه والله. اه اي حاجه بيبقى لو فيها ميكروب، بس احنا عارفين الجزار ده جميل جدا. دي البصلايه اللي انا هنزل بيها بالشوربه كده على الشوربه، وحته اللحمه بتاعتنا الجميله اهو يا حبايبي. ربنا يزيدكم نعمه. هاتي السكينه بتاعتي مش عارفه اعملها انا بالسم عشان الواد يتغذى برضه، حرام يا حبايبي، حرام ابني ضعيف وبصراحه اه. انا بس كده السكينه كل ما اقعد اسلي السكاكين يا حبايبي الواحد بيخاف. ها افتحها بس كده ايه عشان تستوي. انا بس بسيح اللي هي بتاعتي كده بسم الله. بصوا حته حمراء وجميله. هي مصطفى لحمة جزاري.
جميله. بصوا يا حبايبي، هو ضعيف، مصطفى ابني ضعيف جدا. ربنا يدينا ونجيب كل حاجه يا رب. بصوا، هنزل بحته اللحمه بتاعتي دي كده اهو. بصوا على اللي هي تحت اهي اهو. ودي برضو جميله فيها لحمه برضو. بصوا اللحمه اللي فيها تعمل لي احلى شوربه اهو. واحد انزل عليها بالبصلايه بتاعتنا يا حبايبي. معلش بس الاضاءه، النور يا ام ادهم، الاضاءه يا حبايبي عامله عندي. معلش هنزل عليها ببصلايه، هنزل عليها بصوا عصير طماطم. وطي صوتك. عصير طماطم يا حبايبي. كده احنا بنحط طماطمايه ماشي. تعملي ايه تاني يا ام ادهم؟ ارجع لكم تاني بس كده وانا غاسله ايديا. والله يا حبايبي والله العظيم، بصوا ببص كده ابص لقيت اللايكات بتاعتي قلت خالص. طب ليه بقى؟ ليه كده يا حبايبي؟ 7 بهارات. بصوا دي 7 بهارات كده اهو. بس اللي هم ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، بتاعت التوابل بتاعت الفراخ المشويه جميله جدا عشان تعمل لي شوربه حلو. بس حبه ماجي برضه عشان شوربتنا تبقى جميله كده. بس انا حطيت بس واحده من نص ماجي بس كده لما اجي اعمل ايه، اشوح اللحمه بتاعتنا الجميله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا حبايبي. هتعملي ايه تاني يا ام ادهم؟ هنعمل بقى حبه الرز. حبه رز كده. بصوا الجمال يا حبايبي، بصوا الجمال. بصوا يا حبايبي الريحه مش قادره اوصف لكم، مش قادره اوصف لكم على الريحه الجميله والله. هتعملي ايه يا ام ادهم؟ هنزل عليها بحبه الميه اهو. الموتور. حبه سكر حلوين يا حبايبي كده. حط حبه سكر عشان هي برضو بتساوي برضو بتدينا تست حلو. اعلي بقى النار، واول ما النار تعلى كده يا حبايبي كده وتسوي لي اللحمه بتاعتي الجميله الغطا بتاعي ماشي. هتعملي ايه تاني يا ام ادهم؟ انا عامله التوم اهو، عامله التوم دقاه وكده بقى. بصوا من الحركات الجميله دي هعمل ايه، بس احط حاجاتي فين. هعمل معاكم، انا محتاره استنى. المطبخ بتاعي صغنن، ربنا يوسعها عنا وعلى المسلمين. ده يا حبايبي ده كزبره، دي شويه كزبره. والملوخيه بتاعتي الجميله انا بخرطها كده. بصوا حطيت هنا ايه، قرن فلفل، حطيت فصين توم. وبصوا بخرطها وانا واقفه كده، بسند كده الترابيزه كده. بصوا اهو ملوخيه انا غسلاها. الربطه بكام يا ام ادهم؟ ابويا جايب لي ربطتين ب10، جايب ربطه وربطه ب5، وجايب ربطه كمان جايب لي ربطتين. اعمل شويه برضه شوربه كده، بحبه شوربه كده اهو. يلا يا حبايبي ارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. ما تنسوش اللايك بالله عليكم واشتركوا مع مدام والشير يا حبايبي. يلا يا حبايب قلبي. يا حبايبي انا واقفه كده باخد الملوخيه. بص رجلي مسنداها فين، واقفه كده ومسنداها والله. بص الملوخيه الجميله، ترابيزه نضيفه يا حبايبي اهو. بص الملوخيه قطفتها وغسلتها وخليتها فله وقطفناها وحطيت عليها قرن فلفل كده رومي، حطيت عليها فصين توم وخلطتها زي ما انتم شايفين كده. جماله يا جماله كده. هنعمله حبه رز بشعريه وحته اللحمه الجميله طلعنا منها طبق شوربه كده محترم كده نعملوه. ومصطفى يتغذى عشان بياخد علاج هو وادهم اهو. هعمل معاكم الرز. تعملوا رز في الصينيه، بعمله في الصينيه يا حبايبي بيبقى جميل والله، واحلى من الحله. رز في الصينيه جميل اهو. ارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم يا حبايب قلب ام ادهم.
تنسونيش في اللايك والاشتراك واللي مشتركش مع مدى مشترك بالله عليكم. يلا بينا شجعونا عشان احنا مش هنبصوا، انتوا اللي بتدونا الطاقه وانتوا اللي بتقوينا. بالله عليكم شجعونا، يعني عايزاكم على قد ما تقدروا شجعونا كلنا، مش انا بس، كلنا. تنسوش اللايك يا حبايبي. يلا والله العظيم يا حبايب قلبي الجرس ما بيكهرب ولا الشير ولا الكلام دوت يا حبايبي. ده احنا بنعمل حاجات هايفه، ندوس الجرس على حاجات مش بتبقى وبتجيب الالوفات يا حبايبي. يلا شجعونا، يلا عايزين ربنا يرحمنا برحمته، عايزين ربنا ده يرحمنا. ما احنا مش قلبنا مش على قلب بعض، ربنا مش هيرحمنا، هنموتوا كلنا والله يا حبايبي. اللي هيموت ايه الحاجه، شوف وصلت ايه، مش عارفين ما عشان ما فيش رحمه في قلوبنا. يلا بينا كده نتقوى كده وقونا وطلعوا الشياطين اللي في قلوبنا وقلوب الناس وفي دماغتنا. يلا كده يا حبايبي، يلا بينا بالله عليكم شجعوا كده. يلا يا حبايبي بصوا، حمرنا الشعريه كده، بحمر الشعريه اهو. معلش انا اسفه الاضاءه بقى، مش عارفه يا حبايبي، مش عارفه بيصلحوا حاجات تحت الارض وحاجات، انا بقول لكم لمضه الاستنى. معلش يا حبايبي، عشان بجد ما بعرفش اقعد هنا وبتعب بقى وافضل اخش هتناولوا لي يعملوا لي اهو. انا بحب اكون في مطبخي كده واقفه اهو. كده احنا حمرنا ايه، هو بص انا جايبين نص كيلو رز ب 15 ونص. الشعريه بتاعتي الجميله واللحمه بتاعتي على النار والملوخيه بتاعتنا اهي اهو يا حبايبي. حطيت حته سمنه وحبه زيت. الرز بتاعي الجميل اهو، عملته في الصينيه اهو. ربنا يبارك لكم يا حبايبي وادعوا لبنتي، عشان بنتي بيقولوا فاضل لها 10 ايام وتولد. الدكاتره ربنا يا رب يرحمنا برحمته ويفك كل البني ادم ويقوم كل بنوته يا رب الاهلها بالسلامه والجثه اهو يا حبايبي. هذا كده الشعريه بتاعتي اللون الذهبي الجميل. كل ست بيت طبعا عارفه الرز بيتعمل ازاي اه، بنتعلموا من بعض يا حبايبي. شويه الرز اه انا غسلاه، بس للاسف كان نفسي اسيبه منقوع شويه، بس يلا بقى عشان عندي العيال جعانه بجد اهو. استنى بقى وريحه البتاع جميل. بصوا بقى يا حبايبي بقى اللي هم ايه، بصوا التوابل الجميله دي اللي هي بتاعت الفراخ المشويه كده على الرز، بتدي طعم جميل جميل جميل. وبصوا يا حبايبي كده حبه ماجي صغيرين برضو بس اهو، وشويه الملح اهو بس كده. بسم الله ما شاء الله. واللحمه بتاعتنا على النار. يلا اهو الرز بتاعنا بقى بيبقى طعمه جميل كده بالبهارات بتاعت اللي هي الفراخ المشويه. هنزل عليها بحبه الميه. طبعا كلنا عارفين العبوه بتاعت الميه بتتظبط ازاي، عشان هو نص كيلو رز يا حبايبي. انا بصراحه كنت بحب انقعه كده حبه، بس يلا نسيت انقعه بس خلاص مش هحط له حبه كمان بس كده حلوه قوي بس. والصينيه بتاعتنا الجميله اهي بس كده اهو، يطلع احلى رز. نعلي النار، اللحمه بتاعتنا هنا على النار. بصوا يا حبايبي الملوخيه بتاعتنا كده، بصوا انا لسه هاخد سلسه انعمها عشان تبقى جميله كده وناعمه حلوه كده. مش انا بصوا الملوخيه ما بتبقاش ناعمه قوي، بس انا ايه عشان حاطه لها فلفل رومي ضربتين ثلاثه كده وارجع لكم تاني يا حبايبي. يلا بينا حبايبي كده خلصت كده وهشيلها اهو. يبقى ايه كده الجمال كده. بصوا انا كده بحبها كده مش ناعمه قوي يا حبايبي. بصوا جميله ازاي، خضره وجميله جميله 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 اهو. مفيش اسهل من الملوخيه، والاطفال كل الاطفال بتحبها، بتبقى لقمه صغيره يعني حلوه كده بتصفط وتحط لهم شويه على الرز. بتاكلها لهم كده على الرز كده بتبقى جميله يا حبايبي، والطفل ما يتضايقش منها ماشي. وبحط عليها حبه الكربونات دول طبعا في الشوربه. شوفوا هي الطبق ابيض بس مش باين، بس شوفوا شويه الكربونات حبه كده ما بين صوابعك. وبحط لها بقى الطشه مع الكزبره كده. ويلا بينا ارجع لكم يا حبايبي وانا منضفه الليله دي كلها. الرز بتاعي على النار واللحمه بتتسلق. ويلا بينا يا حبايبي، يلا بينا. يلا يا حبايب قلبي، حبايب قلب ام ادهم، عاملين ايه؟ بصوا غسلت المخرطه بتاعتي، حطيت حته سمنه، وطبعا الرز كده وطيت عليه واللحمه بتاعتي بتتسلق، والملوخيه جميله دي ملوخيتنا اهي اهي. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. ودي الكزبره وندى الكربونات وحته السمنه. وارجع لكم تاني يا حبايبي. يلا بينا عشان احنا بنعمل الطشه تحت الملوخيه ونسقط الملوخيه مع بعض عشان يعملوا كده يلا بينا يا حبايبي. تدوسوا اللايك والاشتراك واللي مشتركش مع ويلا بينا يا حبايبي والشير بالله عليكم. يلا بينا حبايبي.
بصوا انا طلعت شويه الشوربه كده باللحمه، وشويه شوربه حلوين كده بقى انزل عليهم. بصوا بايه بقى كده. بصوا بقى يا حبايبي انا بحب اعمل ايه بقى، شويه بابريكا كده وشويه طماطم. بصوا شويه طماطم كده بابريكا كده، واحب احطها على الملوخيه كده. بصوا واقفل الباب عليهم معلش يا مصطفى على الواد اللي ما بيفهمش. اهو يا حبايبي حطيت عصير طماطم على حبه بابريكا كده. لما احتاج بقى ميه شوربه تانية احط دول. اهو يا حبايبي ادي الملوخيه ان شاء الله تطلع جميله وحلوه. استنوا يا حبايبي. حبايبي الملوخيه هنا طبعا انا هعمل ايه. بصوا انا عامله توم كتير، هنزل كده. بصوا حبه حته السمن التومه الجميله بتاعتنا كده. انزل ايه بحبه الكزبره، انا بحبها هي كده اهي. ندعي كربونات صغيره بس اهو. الكلام ده كله هنا كده ماشي يا حبايبي. اهو الملوخيه بقى الجميله بحته السمنه كده والدقه اهو. انا مغطيه النار ودي الملوخيه بتاعتنا الجميله اهي. بصوا يا حبايبي جميله كده، مش قادره اوصف لكم الريحه حلوه صح يا مصطفى. مصطفى جعان يا حبايبي، طالع بقى تعبان كده عايز ياكل بقى اللحمه بتاعته. انتوا فاهميني. اعملها بالشوكه طبعا ايه فيها التقولات اللي هي بتبقى عامله زي الكور دي بصوا انه هي على النار. انا مولعه مولعه. معلش بقى يا حبايبي النور قاطع عندي معلش. شويه ملوخيه بقى ما اقولكمش هتحتاج ايه نحط لها كمان حبه شوربه كده عشان هي طالعه تقيله كده كده اهو. تاكل بالعيش وتبقى جميله ان شاء الله. ادي الجميل. نحط كمان حته تومه حلوه كده يا حبايبي، وحته كمان نسينا نحطها. بصوا حته نيه كده هنا كده. انا عامله توم ياما يعني اهو. ريحه التوم بقى مش قادره اوصف لكم. جماله جماله كده، ريحه جميله 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 اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. نحط كمان هي تقيله بسم الله ما شاء الله. الملوخيه بتاعتنا تقيله يا حبايبي بس بسم الله ما شاء الله كده. السمك بتاعها جميل جدا. عملناها بحبه شوربه وطماطمايه كده اهو. انا مغطيه يا ام ادم خد يا مصطفى التوم ده. بصوا يا حبايبي انا عامله توم يام، حط لي كده في التلاجه. معلش يا حبيبي مصطفى فاق كده وبقى حلو ويشرب بقى شويه شوربه. هات كده ليمونتين يا درش كده من عندك بقى ولا ليمونه حلوه كده عشان بقى انا ايه شويه شوربه اللحمه الجميله ديت. بصوا يا حبايبي طلعوا حبه شوربه حلوين ازاي تقوى بيهم كده. نعم اي حاجه. والليمونه ده هي جميله كده بقى ويلكم بقى يا حبايبي عشان طبعا بياخد علاج، والعلاج اللي هو بياخده شديد عليه. استنى بس الملوخيه بتاعتنا اهي اعلق عليها كده بس يا دوبك تغلى عشان هنحط الطشه بتاعتنا اهو. مفيش اسهل من الملوخيه يا حبايب قلبي ام ادهم والله. بالشوكه كده وهفك كلها اهي على شوربه وطماطميه ضربها في الخلاط، والشوربه فيها كل البهارات بتاعتنا اهي. جميله جميله. يلا نسيب بس الحته بتاعتي دي بقى عشان هخش الملوخيه دلوقتي. هاخد منها جزء وجزء كده ايه هنحطه كده فوق الوش كده بيدي منظر جميل برضه. يلا يا حبايبي اتخبيت على شفت المنظر بس كده. انتوا ما ايه يا ام ادهم دلوقتي يا حبايبي بقى نحطها فوق الوش كده بتدي ديكور حلو جدا جدا اهو. بس كده اهو. ده ستي وستكم يا حبايبي يعني كانوا بيعملوا الجمال ده كله. ندوقها بقى كده. اللهم صل على النبي. جميله جميله. هطفي بقى الملوخيه اوعي تاكل بس كده خلاص كده كده جميله. حطينا حبه الكربونات وطرطيف صوابعك كده. يلا بينا يا حبايبي عشان هنجلس مع بعض عشان هنتغدوا. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي ويخليكم اولادكم زي ما تشوفوا مع اختكم ام ادهم. نطلع بالفيديو شويه كده يا درش كده. يلا بينا عشان احنا نخش نجرب دلوقتي على السفره المتواضعه بتاعت ام ادهم. ويلا بينا يا حبايب قلبي ربنا يبارك لكم. هنحط الطاوله السفره المتواضعه بتاعتنا
وهنغرف الاكل عشان العيال جعانين. ويلا بينا يا حبايب قلبي. حبايبي الرز بتاعنا الجميل يا حبايبي، عملت رز بشعريه بسم الله ما شاء الله. صلوا لنا على النبي كده يا حبايب قلبي. عملنا الملوخيه الجميله، اللحمه بتاعتنا الجميله اهي. اخدت من مصطفى عشان مصطفى جعان طبعا. هنروح له بقى رز يا مصطفى على ايه؟ على الشوربه اهو يا حبايبي. مش عايزه اكتر له عشان هو بيقول انا متحمس للاكل، عشان بقاله بتاع كام يوم ما بياكلش خالص ولا عصير. رافض العصير، رافض اي اكل يا حبايبي، رافضه بجد وحياه ربنا. ما عايز ياكل اي حاجه خالص. هو بيقول لي يا ماما انا قايم النهارده كده عايز اكل. قلت له ماشي يا حبيبي. انا طبعا بصوا عشان هو لقمته برده ايه، انتوا فاهمين. لو عايز رز احط له تاني، احط له عليها شويه الشوربه في اللحمه بتاعته هنا جنبه بقى هنا متقلقش. انا هجيب له المعلقه دلوقتي، هجيب له حبه شوربه كده، حتتين لحمه حلوين بقى كده ياكلهم كده بألف هنا وشفا. بصوا يا حبايبي اللحمه مستويه وجميله ازاي. بصوا ياكل كده بألف هنا وشفا، ياكل له الحتتين. وليه كان التاني يا حبايبي؟ عشان اللحمه دي جايه باسم الاستاذ مصطفى. هو وادم برضو كلهم هياكلوا كلهم اهو، عشان ياكل ويتغذى مصطفى. مش عايزه احط له ليا عشان هيتفزع عليه. والشوربه بتاعتها يا حبايبي شايفين الجمال، شوربتها جميل يا حبيبي. ما تجيب معالق يا يوسف يا حبايب قلبي وكده. عشان تحط لك الليمونه كلها داش عشان ما تبقاش محتاج. بس اهو. وده الملوخيه بقى لو هو حب ياكل. ده رز بالشعريه يا حبايب قلبي كده. نغرف كمان بسم الله ما شاء الله. هو رز كتير اهو، هو نص كيلو مش كيلو يا حبايبي. جايبين نص كيلو رز وبخمسه شعريه بسم الله ما شاء الله. عشان ادهم برضو اهو الرز بسم الله. عشان مصطفى برضو هيجوع تاني، هيجوع تاني برضو. ليه حته لحمه تانيه يوم ما يجوع بالليل برضو كده احطها له، احط له حبه رز وياكل. بسم الله ما شاء الله. نص الكيلو والله بسم الله ما شاء الله يا حبايبي. وبص اللحمه بصوا بسم الله ما شاء الله. ده كان يومنا. مصطفى انا عايزه اجيب له معلقه يا يوسف معاه. صوتك عامل ايه كده؟ شو يا حبيبي العظام عالي. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم عاملين ايه؟ مش قادر يتكلم يا حبايبي. بص لهم يا مصطفى. كان معلق محلول يا حبايبي، كان معلق محلول في ايده. هو بصوا ده ولا هو اللي فاتحها ده؟ هو بصوا هو بس عشان تعبان مش قادر. نقول لهم يعملوا لايك لماما يا مصطفى. اعملوا لايك بس يا ادهم الواد ده بيعمل حاجه خطره بره. انت حاطط رحيم فين؟ طب هات رحيم وتعالى يلا. هو معلم معلقه دي بيخش الا بدي يا حبايبي. نفسي اعرف السر، عايز اعرف السر دي. بصوا من ضمن المعالق وموسوس شويه والله العظيم يا حبايبي. تعالى تطلع يلا. تعالى بعدين عشان انت تاكل كوكو لحمه مع مصطفى برضه. ادم زعلان وانا زعلانه يا حبايبي. بيشتكوا لاخته اللي هي متجوزه بيقول لها ماما بتضربني وانت اللي حنينه عليا. يرضيكوا يا حبايب قلبي؟ هو اصلا يا حبايبي عامل لي حاجه كده في دماغه ما بيقعدش ساكت يا حبايبي. قسما بالله العظيم بيخليني الف حوالين نفسي. وهو السبب ان انا وقعت من على السلم برضه ما بيسكتش. يبقى يخليني اتزحلقت في الميه واقول له اطلع عشان ما تتزحلقش. شفتوا يا حبايبي اللي عندها طفل زي ادم ربنا يهديه ويصلح حاله. هياكل يلا كل يا بابا. انا بصوا بقى يا حبايبي هي ايه مستوتش قوي. هي شكلها باين عليها لحمه عجوزه يا حبايبي. بصوا هفتفتها لك. لا بصوا انت كل قطمه بقطمه ماشي. كل يا حبيبي. بصوا يا حبايبي هياكل عشان يتغذى ويشرب شربته. والرز اهو يا مصطفى لو عوز. وده يومنا وحياتنا. ولا الملوخيه عامله ايه يا مصطفى؟ دوق كده الملوخيه بالله عليك، دوقها كده يا مصطفى وقول لي رايك. انا بحب الخضار. والمصحف الله الله يا ولاد الجمال الله. واللحمه جميله ومستويه وجميله يا حبايبي. والبتاع اكلت منين يا بطه؟ اكلت منين ملظلظه فيها ايه؟ حتت كده بهاريس كده. بصوا يا ولاد بسم الله ما شاء الله. بصوا
عشان مصطفى ياكل ويتغذى، وهحوش له برده حتتين بتوعه تاني بالليل عشان ياكل بجد، عشان هو ضعيف. ادعوا له يا حبايب قلبي كده ال 40 دعوه من اخواتي المستجابه عند رب العالمين. ربنا يصلح حالكم ويخليكم يا رب ويبارك لاولادكم، عشان هم كلهم جعانين. وكنت عامله معاكم النهارده الملوخيه ورز بشعريه وحته اللحمه الجميله. اللحمه دي بكام يا مدام؟ والله احنا عارفين جزار اداها لنا كلها ببعضها كده حته حلوه كده مع شويه الحاجات بتوعها، كانت عامله 70 جنيه لحمه بلدي يا حبايبي من عند جزار. بصوا بقى ابويا بقى واحنا ولا نحب ما نحبوش الكبده المستورده، ما بنحبهاش ابدا ابدا، بنحبوا الكبده اللي هي البلدي. وان شاء الله عايزين نجيب له برده حته كبده ان شاء الله اعملها لهم كده، عشان مصطفى بيحب الكبده البلدي. والدي ما بيحبش الا الكبده البلدي يا حبايبي، وما بيحبش اللحمه المستورده. هما ابويا كده واحنا كده، ورغم ان اللحمه المستورده ايوه غلت مع الغلاء اللي احنا فيها، بس احنا بنحب اللي هي البلدي، والبلدي يوكل يا حبايبي. يلا يا حبايبي اقول لكم ايه، يلا يا ادم تعالى عشان تقفل، مش عايزه تندخها ناشفه يا حبايبي، هي بان عليها عجوزه. المفروض والدي كان يقول له حته ايه لباني صغيره، جايبه له عجوزه، بس هو هيندخ حته حته معاه. بالراحه يا مصطفى عشان زوره يا حبايبي طبعا تعبان ومتضخم جامد، والدكتور قال لي ايه الاكل يعملوا له حتت صغننه كده، هو بقى حته حته بس، انت ما تكترش في حته اللحمه. بصوا يا حبايبي هي شكلها عجوزه بس هي مستويه، بس هي يا عيني ايه، بصوا هي مستويه بس هو تهيأله عشان زوره حاجه تقيله. يلا عقبال ما نعمل له عمليه اللوز، وان شاء الله هعمل له الورق بتاع التامين، وهنعمل له العمليه باذن الله. ايه ده احنا ننزل رجل، هنعمل له العمليه ان شاء الله، عشان طبعا هي متضخمه جامد بسبب زور الدكتور قال لي. وان شاء الله هنجري في الورق باذن الله يا حبايبي عشان اعمل له في المستشفى التامين، وربنا يبارك لكم ويخليكم اولادكم. يلا يا ادم تعالى نقفل مع حبايبنا، وده كان يومنا يا حبايبي. ربنا يبارك لكم، ما تنسوش اللايك. وانا زعلانه استنى يا درش، انا زعلانه قوي اللي انتوا المشاهدين قلت واللايكات قلت يا حبايبي، انا ما استاهلش منكم كده. بالله عليكم زي ما كنتوا بتعملوا بالاربعه كده بالاربع كده، مش يعني تعملوا مشاهدين كتير ولايكات كتير، انا عايزه ارجع كده. ربنا يبارك لكم ويخليكم اولادكم، انا محتاجاكم جنبي عشان عيال الغلابه دي. ربنا يبارك لكم، تعالوا اتفضلوا معانا. مصطفى بصوا شكله كده هزعل منه، بصوا المنظر مش راضي ياكل، انا غسله حبه رز يا حبايبي. بصوا يلا كلوا يا حبيبي، والنبي يا حبايبي قولوا كلوا عشان يتغذى. طب الشوربه مالها؟ ده الشوربه مززه احط لك عليها حبه شوربه تضيع المزازه. طب كنت بالله عليكم عايزين تاكلوا رز تاني يا حبايبي، اكتبوا لي في التعليقات يا حبايبي، انا عايزاكم الطبق ده كله وطبق الشوربه ويحطوا رز كمان. يلا اعمل لهم لايك كده، قول لهم ادعوا لي ادعوا، مش عارف يتكلم يا حبايبي. ربنا يبارك لكم ويخليكم اولادكم وما يحرمكمش من كل طفل يا رب. الاطفال دي نعمه، وربنا اخبر يعلم لما الابره كانت بتتحط في الكالونه امبارح في ايده، انا اللي كنت اقصد كان بيعيط وخايف، وانا واخداه في حضني ويقول له والنبي يا ماما والنبي يا ماما، والدكتور طبعا لقاه ضعيف جدا، اعطاله مسكنات في المحلول، ما رضاش يديله ابر بره، بيديله كل ابره في المحلول عشان طبعا كان تعبان جدا. ابني ما فاقش الا لما خد المحلول بصراحه. لو ابني التاني بيقول لي ايه بكره هوديه المستشفى يا ماما، قلت له بكره مين، استنى انا قمت اديته الواد كده الصغير وخدت ابني ورمحت اجري على المستشفى. قال لي ده انت ما كنتيش جبتيه، ما اعرفش الواد ده ماله، كان طبعا هو ضعيف. بصي ايده يا حبايبي هو اصلا ضعيف، بصوا مصطفى رفع ايه ضعيف جدا وما كانش مستحمل، وخمس ست ايام ما كانش راضي ياكل، اعمل له عصير ما هو عايز ياكل، جبنه رومي مش عايز ياكل، برتقانه ما هو عايز، موز مش عايز ياكل اي حاجه، مش وكل شويه حبيبي تحت الحنفيه الواد سخن سخن نار. يلا الحمد لله كل اللي جيبه ربنا كويس، وانا ماديه حكمه عليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي، مع السلامه. يلا يا قدومه، يلا في النص يا ادم، في النص يا ادم، مع السلامه يا حبايبي، في النص دوس على النص.